مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حييكم في حلقة جديدة وبرنامج للإحاطة. ضيفي هذا الأسبوع هو المخترع السعودي حامد الصالح، ولكن بعد هذا الفاصل السريع. ليس الغريب أن أجلس مع مخترع سعودي، ولكن الغريب أن أجلس مع مخترع ومبتكر عرض نفسه في يوم من الأيام إلى أن ينتحر. تصدق أنا موظف بالصدفة سايق. أنا أحمد، خبرة 13 سنة مسعف. أنا أفتخر أني سعودي وحققت المركز الثاني عالميا عن طريق كوريا الجنوبية، والمركز الثاني عن مستوى المملكة. أعطينا نبذة سريعة عن اختراعك، كيف بدأت ونشأت الفكرة؟ كيف تجد في ناس يملكون سياسة الحاضنة وهم ما يعرفون شيء عن الحاضنة؟ يا أخي أنت فكرتك محتاجة إلى أموال. طيب إلى أموال في مشروع يتم بدون أموال؟ هل هي مشكلتك أنت أم مشكلة مخترعين سعوديين؟ كثير من المخترعين سرقوا اختراعاتهم بسبب مشاركاتهم في المعارض. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل السريع. أحييكم وأحيي ضيفي وهو المخترع السعودي حامد الصالح الذي جاءنا من المنطقة الشرقية. حياك الله أبو مشاري. الله يحييك أكثر، وأشكركم على الاستضافة. سعداء بحضورك ونشكر لحضورك أيضا. الله يعطيك العافية يا رب. تسلم. أبو مشاري، أنا بدخل معك مباشرة في الموضوع. طبعا. للأمانة أنا ليس الغريب أن أجلس مع مخترع سعودي، ولكن الغريب أن أجلس مع مخترع ومبتكر وصاحب فكر وعقلية مبتكرة ومكتشفة عرض نفسه في يوم من الأيام إلى أن ينتحر. هل هذا صحيح؟ وإن كان صحيح ليش؟ طبعا الحمد لله اللي الله انجاني من الانتحار. طبعا أنا لا جاهل بالمعصية، أتمنى أن الله سبحانه وتعالى يغفر لي ذنبي ما حييت. اللي خلاني أصل لهذا الحد، إيش أنت كمخترع بلا رعاية، بلا كرامة، بلا راتب، بلا رعاية بمعنى الرعاية، وعيش حياة المتطلبات اليومية اللي تقتلك كل يوم 1000 مرة. بعد أسألني هالسؤال. اللي بسألك، هل إقدامك على الانتحار بسبب اختراعك؟ لا أبدا، أنا طبعا خسرت أمل حياتي وهو الوظيفة هي كانت الحمد لله كانت هي مصدر رزقي لأولادي ولأسرتي. أنا ما أذكر حتى أم عيالي وأنا أفاجئها بقرار فصل. وش كان عملك؟ كان عملي فني طوارئ في دور الأسعاف. نعم. ويسمونها في الإنجليزية EMS اللي هو Emergency Medical Services. ما قدرت أتحمل رغم الضغوط اللي كانت بسبب اختراعي وعدم الرعاية وعدم التفهم. ما قدرت أتحمل صدمة أخرى كبيرة زي قطع رزقي. وهذا اللي حصل. بس معليش أبو مشاري، أيا كان احنا بشر ونتعرض لضغوط ونتعرض إلى مصائب ونتعرض إلى مواقف صعبة للغاية، لكن مسألة أن يقدم أحد على الانتحار هذه مسألة خاطئة. ولكن الحمد لله أنك أنت يعني الواحد يقول الحمد لله، وأسأل ربي أنه يعني يغفر عما بدر وعما حصل. الله يسمع منك. يعني من كلامك تقول أنه هناك ضغوط ما بين البعد عن العمل والوظيفة وما بين عدم الاهتمام من خلال اختراعك واكتشافك. نعم. وفي أشياء ضغوط ثانوية يعني كانت تزود علي، زي مثلا دعمي على الاختراع في تقارير قوية، في تقارير مطلوبة، ما في متابعة للتقرير اللي يصدر لاختراعي. يعني وكأني غيبت وأنا حي. إحنا ما نحكم أبو مشاري، طبعا الكلام اللي أنت تقوله طبعا هذا كلامك أنت. أنا مطلوب مني إني أنا أناقشك في الموضوع. نعم صحيح. وأقف معك نقطة في مسألة اختراعك واكتشافك، وليس لنا الحكم. نعم. خلينا من مسألة ترك الوظيفة. نعم. أو البعد عنها. خلينا نتكلم في موضوع الاختراع، وهو موضوع جدا مهم. نعم. أعطينا نبذة سريعة عن اختراعك، كيف بدأت ونشأت الفكرة؟
طبعا قبل لا أبدي بالنبذة السريعة عن اختراعي، أنا لا أنسى أن أنوه لمعالي وزير الصحة لأني يعني كنت فرد تابع للوزارة. الشيء الثاني يا طويل العمر، اختراعي كان من واقع خبرة. أنا كنت أعمل فني طوارئ لي 13 سنة. نعم. وكنت في بداية تخرجي، بعد ما تخرجت تعرضت إلى موقف حرج مع امرأة عجوز، يغفر الله لها إن كانت من الحيين أو ميتين. امرأة مسنة. امرأة مسنة، وكانت فيها طبعا أمراض العصر اللي هي السكر. طيب. رفضت رفض تام بأني أنا مس يدي عليها وأحاول أرفعها أنا وزميلي اللي معي. طيب. فتوسلت فيها بأن يا أمي هذا واجب، يعني أنت لازم تنتقلين أو راح تكون أشياء زيادة على حالتك. نعم. فكانت هي بصراحة رافضة، وقالت إذا دعيت عليك دعوتي هذه ما بينها وبين الله جاب يعني كانت من الكلام هذا اللي تبغى. طبعا حنا نعمل بشرع الله، الحمد لله رب لك الحمد، وحسن الله يديم علينا الشر، لكن يبقى الأمر صعب لازم إنك تنفذه، يعني كأنك أمر مضطر عليه لازم نقله. فنقلتها بطريقة ولا أنها دعت علي، عسى الله يغفر لها ويغفر لي إن شاء الله. طيب، الاكتشاف كان من هذا الموقف عبارة عن إيش؟ عبارة عن ناقلة، الحمد لله الله ألهمني لها إنها تكون ناقلة تنقل المريض من مكان إلى آخر دون لبس أطرافه. يعني فقط تفتح، هي عبارة عن شنطة تفتحها وتدحرج عليها المريضة، أو يحاولون أهل المرضى من النساء ينقلونها عليها وتنقلها. والوسيلة الأهم فيها إنها تحاول تحرر بدون لا تلمس أطرافها. نعم. لأن كانت كأنها طريقة شبك الأصابع، وعبارة عن أحزمة أربطة وأشبك يدك كذا وحللها وتقوم المريض ينزل بدون لا تلمس أطرافه. ممتاز. بعد ما أسست هذه الفكرة ونفذتها، إيش الخطوة التالية اللي سويتها؟ طبعا حاولت إني أنا حاولت إني أشتغل فيها بصمت أول بداية. بعدين لما الحمد لله اكتملت الفكرة بسكتشات، برسومات، بتطبيق بعض الخامات، بديت أخذ رأي زملائي في العمل. وش كان رأيهم؟ ما بين جيد إلى ممتاز، والحمد لله هذا كان توفيق من الله سبحانه وتعالى. مشت الفكرة أبو مشاري ونفذتها. بعد كذا بدأت عندي الصدمات تزول. يعني ما في عندنا خلفية عن الاختراع، ما في عندنا تطوير أو دعم المخترعين. انصدمت ب1000 باب وباب. أنا في واحد أذكره بس بمجرد الشيء بالشيء يذكر، كان يقول لي أنت أبو مشاري، هذا كان أحد الإخوان القريبين لي، قال أنت حلمت وطلع عندك الاختراع. يا أخي لا حلمت ولا محزنون، هي الفكرة أم الاختراع. هو البني آدم عشان يطلع من الباب يا أنه يضع له حلول إلى شيء أفضل، يكون باب سحاب. طيب. يكون باب أبو مشاري، أنت قبل شوي قلت يعني واجهت الصدمات. أنا شفت كثير من المخترعين السعوديين ما واجهوا صدمات ومشت أمورهم. والله يا أخي لم يقول الحقيقة، عسى الله يعينهم إن شاء الله. إيش اللي سويته؟ طيب وضح. طبعا احنا كنا نجمع إلى مثلا. هل تقدمت بالاختراع إلى الجهة المعنية؟ الحمد لله البلد يعني مليء بالجهات الداعمة نعم، وأنا مستعد أذكرهم لك. مضبوط. مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية المسؤولة عن تسجيل الاختراع. طيب رحت لهم؟ رحت لهم ورفض اختراعي نهائيا. ليش؟ بسبب 600 ريال. معقولة يعني عشان 600 ريال يرفض؟ طيب ادفعها. ويا ريت بلغت بعد ما مضى تقريبا سنة. تقريبا السنة أو سنة. أنا أقصد أنت الآن سجلت اختراعك، لابد أن تسجل الفكرة، هذا اللي أعرفه أنا. نعم. سجلتها أو لا؟ نعم، بديت في تسجيله. معناتها قبلت كتسجيل. حلو. لكن ما قبلت كدفع الرسوم، لأني أنا دفعت السنة الأولى. فتتطلب علي أني أدفع السنة الثانية والثالثة، مضى عليها سنة. طيب هذا يعني مثلك مثل غيرك أبو مشاري. لا، ما في تواصل طال عمرك. يعني عفوا، عشان شخص يخترع شيء يقدمه إلى الجهة المسؤولة زي ما ذكرت. يجب أن الجهة المسؤولة تقول له شو النواقص، شو المفروض يصير،
ايش راح يصير، وين وصل اختراعك. انا كل الامور هذه ما كنت اعلم عنها. طيب سجلت الان انت الاختراع؟ نعم، وجاني رفض من عندهم. عبيت؟ طيب في نماذج عندهم عبيتها؟ يا رجل انا عبيت نماذج يسمونها اللي هي تصور كامل عن الاختراع. ما بقى شيء ما ذكرت فيه حسب ما طلب. هل قبل اختراعك ام لم يقبل؟ قبل كبداية تسجيل. اقصد كاختراع. اي كبداية كفكرة تسجيل. نعم قبل للدراسة وكحاجة يستفاد منها أنا المجتمع والمواطن. هي ناقلة جلدية نسميها الاختراع، ناقلة جلدية. هي تحولت الخامة من جلدية لشيء أنت أفضل. تقول إنها بتخدم الناس والمرضى كثير. نعم. الجهة المسؤولة أيدت الفكرة بغض النظر عن التسجيل، هل أيدت أنها فعلا راح تفيد الناس أو لا؟ هم ما راح يتكلمون عن النطاق هذا، بالعكس هم يبغون التسجيل كتسجيل فكرة، ثم ما يعلمون عن تفاصيل. يعني بالنهاية ما قبل اختراعك؟ لا ما قبل كحاجة يستفاد منها وتطور لا 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 لا، هم ما يتدخلون. مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية هم مسؤولين عن التسجيل فقط ما لهم أي دعوة. طيب لأنك قبل شوي أنت تقول رفضت، عشان كذا أنا حبيت أستفسر. رفضت عشان المبلغ اللي ذكرته 600 ريال. طيب كان دفعت 600 ريال يا أبو مشاري يا رجل. معليش على السؤال، لكن الحمد لله على كل حال. رفض، ولكن عندي بطاقة تسجيل لتثبت أني أنا سجلت الاختراع. طيب بعد المرحلة هذه أنت واختراعك وين رحتوا؟ إلى مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين. طيب اللي هم المفروض ما شاء الله والله يكثر خيرهم، المفروض هم داعمين للمبدعين والموهوبين. الموهوبين من هم طلبة، والمبدعين من هم مخترعين. أنا وريتني أنت تكريم منهم، وهذا موقف جدا ممتاز وتشكر عليه هذه الجهة. هل يكفي التكريم يا أشوف أنا موجود ميدالية عندك. نعم. اللي هي هذه. نعم. موهبة اللي هي مؤسسة الملك عبد العزيز لرجال الموهوبين. نعم. طيب أنا حققت المركز الثاني عن طريق شاركتي في معرض في جدة، والمركز الثاني عن مستوى المملكة. ما كان يقصد جدة بس، لأن المشاركين الموجودين في المعرض كانوا من جميع أنحاء المملكة. كيف شاركت أنت في معرض باختراعك هذا؟ هل كانت كافية بطاقة التسجيل؟ صحيح، لأن كانت من شروط المؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله أن يكون عندك بطاقة تسجيل. طيب رحت شاركت في جدة. نعم. ودي أعرف إيش كان ردود الفعل بالنسبة للمشاركين والزوار فيما يتعلق باختراعك. والله لقيت أشخاص، ناس كثيرة منهم يملكون في بيوتهم معاقين. أتكلمك على معاقين. نعم. يحتاسون كيف ينقلون الشخص من وقت إلى آخر، من محل إلى آخر. لقيت أنا ما بتعطيني من رأيك أنت كمخترع، أبغى من خلال ردود الفعل. ردود الفعل. إذا ما كان في ردود فعل، طيب الحمد لله ما حققت المركز الثاني على مستوى المملكة. طيب. وهذه الميدالية تكفي وتشرح. من اللي أعطاك المركز الثاني؟ اللجان اللي كانت تشرح في المعارض. اللجان هذه تتبع مين؟ تتبع المؤسسة، توظفهم رجال مختصين. طيب حلو. بالشرح عن الابتكار. ويكونون بكل شفافية، وبنفس الوقت ما لهم أي يعني بكل حيادية. هذه اللجان اللي هي حددت أن أنا أخذ المركز الثاني. هل شاركت خارجيا؟ مشاركتي خارجيا الحمد لله. أنا أفتخر أني سعودي وحققت المركز الثاني عالميا عن طريق كوريا الجنوبية. أعطينا القصة هذه. طبعا أنا جاني طبعا بعد ما فزت في جدة، فحددون أن في مشاركة لمعارض أخرى. حلو، هذا بعد مشاركتك في جدة. نعم. فقالوا أن أنتم المحققين المركز الأول والثاني والثالث نعطيكم فرصة بأنكم تشاركون في الخارج. كان صادف معرض سول في كوريا الجنوبية. جيد. يعني خليني بس يا طويل العمر بعجالة أتكلم عن سول. سول ترى هي مدينة كانت من لا شيء، صنعت إنتاجية لها طاقة صناعية شيء مذهلة. نعم. ومن ضمنها السيارات الرفاهية اللي نركبها. لما وصلت كوريا الجنوبية أنا وزملائي رئيس البعثة واثنين من زملائي المشاركين، صدقني بظل الاختراعات اللي كانت موجودة في المعرض والله ما كنا نحلم
كيف احنا حنجازف وندخل المنافسة، لأنها كانت من الإبرة حتى أطباق الفضاء، حتى ديسكفري. نعم. كانت في سفن فضائية معروضة كذلك. بس هم إيش معارض، يعني أنت قاعد تقول كأني ما أحمل أي شيء، ها؟ كأني ما عندي أي شيء، أنا يعني كأنك خاشم إلى مجادلة ما تملك فيها أي بينة. طيب. لكن الحمد لله رأينا العكس، والعكس هو اللي المفروض أتمناه في مملكتي الحبيبة، إن كل شخص اخترع حاجة يوضع بتصنيف. مثلا أنت اخترعت عن الأمور الصحية، طيب، فتضع بتصنيف الصحة. اللي يجيك في المعرض ويتابعك عشان يقيمك ما يقول لك أنا جاي من اللجنة، جاي بشكل سري وبدون لا تدري، ويسألك عن أمور حتى لدرجة أنك تخاف. يمكن هذا اللي يقيم يا أبو مشاري. وفعلا هو كان اللي يقيمون. أنت ما تدري شنو المفاجأة لما وقفنا في التتويج مركز ذهبي وفضيتين برونزية. أنتم كل اللي شاركوا بالبعثة حققوا نتائج. أنا طبعا ما أنسى دور سفير المملكة اللي جزاه الله خير أيدنا. كان قدامنا معرض من دولة غير شقيقة، وكان جيراننا كمان من الصين اللي هم يسرقون الكحلة من العين أسرع ما يكون. أي منتج عندهم بياخذونه بكل بساطة. أبو مشاري، مشاركتك في كوريا، أنت واختراعك اللي كنت تحمله معك، وفكرك اللي كنت ماخذه معك، كيف كانت الردود؟ أنا سألتك عن ردود الفعل في جدة، ردود الفعل في المعرض في سول. والله أكثر من جرائد لما جت ردود، وأكثر من مدارية. قصدك وجدت ردود في عدد من الصحف؟ كانت ترسل، نعم، لأن كان رئيس البعثة حقنا يرسل. إيش كان ترتيبك؟ هل حصلت على مركز؟ هل حصلت على شيء؟ أنا حصلت على المركز الثاني عالميا. الحمد لله والله ينعني من كلمة أنا وإخواني، يعني فما بالك اللي حقق المركز الذهبي. يعني كنا مفتخرين حتى لدرجة كان يصادف الساعة يمكن 12 ليلا وقت اللي اتصلنا على المسؤول عننا في البعثة وبلغناه الخبر السار. لكن بعد الميدالية الفضية العالمية. من كرمك؟ هنا؟ لا، هناك في كوريا. رئيس كوريا، وكان نائبه موجود. وكان والله لو تشوف الاحتفال شيء يبهر. في شيء من التكريم هنا؟ نعم، هذا تكريمي، وهذه عبارة عن الجائزة الثانية عالميا. وزي ما هو موضح فيها، هذه سنة 2004. نعم. طيب، أنت وكان معك أحد المخترعين؟ احنا كنا 4، نعم. واحد ذهبية واثنين فضية وواحد برونزية. فكلنا جئنا بنجاح. في أحد من الزوار أو الجهات الخارجية قدمت لك عرض اللي تبني اختراعك؟ خارجية وخارجية عن نطاق الدول القريبة. أيوة. أنا أقول لك يعني خارجيا، في أحد الصينيين ذكرني إنه يحب إنه يشاركني بيرسنتج اللي هو بنسبة. وبصراحة يعني ما ألام إني أنا خفت إني أنا أخذ وياه التجربة، لأني ما أعرف الصينيين بصراحة، يعني هم سريعين الالتقاط. إيش اللي دفعك الدافع الحقيقي للرفض؟ وطني. يا ريت تعرف شنو قيمة إن صنع بالسعودية. هذه قيمة كبيرة على فكرة. يعني تعرف لما توصل إلى تحقيق نتائج إن صنع بالسعودية ومخترع سعودي، شيء كبير. الحمد لله على كل حال. الحمد لله. يعني أنا لقيت عن طريق الشكل الدولي، حب الصيني إنه يشاركني زي ما قلت بالنسب، حتى عن طريق الدول القريبة جدا جدا للمملكة. كنت محفول ومكفول بوظيفة وكل شيء. هل أنت تبكي متأثرا تريد الدعم، أم هي الغيرة على هذا البلد الكريم؟ والله كل الأمور. أنا يكفي إني خسرت وظيفتي بسبب عين الساهرة لبلادي. والله يعني
لكن الخيرين كثير. أنا على فكرة يعني أحب إني أذكر شيء بحكم إنك تكلمت على الانتحار. أنا صادفت أمور كثيرة مرت علي بعد الانتحار، منهم خيرة، ناس مثل كشروات، مثل الناس الطيبين اللي حبوا يعطون أي شيء يعطونه. كان يعني يدزون الفلوس من تحت الباب عشان ينقذون حياتي. طيب أبو، خليني أسألك من حيث أول شيء نشكرك على وطنيتك وعلى حبك وحرصك لهذا أنا ما قلت الشيء اللي قاتل إنه واحد يحب يستفاد من وضعي اللي أنا كنت موجود فيه، وأتذكر أنه كان في اتصال من مجموعات فاسدة عبوا إني أنا أوقف ضد بلادي. أنا ما أعتقد أنك تقف ولا أحد منا إطلاقا يرضى بهذا الشيء. الحمد لله، وأنا أرفضها. وهذه القنوات على فكرة معروفة جدا. أنا وضعت في شريط أخباري والله كنت أنا ما نشك، والله ما نشك يا أبو مشاري في حبك لهذا البلد وولائك له. طيب خليني أسألك من حيث الميدالية اللي حصلت عليها، على كلامك المركز الثاني عالميا، كرمت من رئيس في سول. نعم من رئيس كوريا ونائبة. نعم هم على فكرة. طيب أنت لما أخذت، أنا أشوف هذا دعم خارجي قوي جدا يدعمك داخليا. لما رجعت بهذا التكريم وبهذه الميدالية، ما كان لك جهد هنا؟ في سقط في الموضوع يرجون أن ينتبهون عليه، إن في بعد خطوة التكريم شو اللي يأتي بعد التتويج. لازم إنه يكون في إنسان يتفعل. هو لما يكون عندك اختراع ويوصل إلى مرحلة معينة وتتويج، ألا يحق لك أنت كمواطن تجد من هو يحتضنك عشان يكون منتج سعودي؟ أنت تقصد تبحث كمخترع عن حاضنة تعطي المخترعين السعوديين حقوقهم؟ نعم، الحاضنة كانت موجودة من عام 1420 أعتقد أو 21، وكانت بداية بالغرفة التجارية. يا رجل، كيف تجد في ناس يملكون سياسة الحاضنة وهم ما يعرفون شيء عن الحاضنة، حتى في الكتب ما قروها. هي الحاضنة معناتها أنك أنت تشمل المخترع أو المبدع على مشروع اقتصاديا، فكريا، عقليا، اقتصاديا. أنا ما وجدت بمن يملك أمور الحاضنة بأن يتابعني بهالأمور. يعني مثلا كان عنده سهل الأمور أنه يقول يا أخي أنت فكرتك محتاجة إلى أموال. طيب إلى أموال في مشروع يتم بدون أموال؟ هل أنا أعطيك مثال. أنا الآن أستخدم الناقلة هذه، قيمتها أنا أعلنها عن طريق الإعلام، قيمتها ما تكلف 150 ريال. هل أفضل أستخدمها هي أم أستخدم الناقلة اللي تكلف 650 ريال؟ طبعا الشيء اللي ما يكون. فما بالك لما يكون سعودي؟ أظن ما تلومي لما أرفض بمزايدة على حب بلدي. طبعا أنا أتمنى أن يقيسون الجرح اللي أنا قاعد أعيش فيه. طيب بعد ما رجعت اتجهت أنت للجهات الداعمة والمهتمة بالمخترعين؟ نعم. ما وجدت تقول أي استجابة ولا إجابة؟ والله في ناس ما كان استطاعتهم يقدمون أي إجابة. في ناس فقط إعلاميا حبوا ينجدونك. في ناس عن طريق ميداليات زي مؤسسة الملك عبد العزيز. لكن هل في أمور فعلية؟ أنا أتمنى ومن خلال برنامجكم هذا الراقي أتمنى أن يصل صيتي لمن هو مسؤول. هل هو يحاججني بالإنشاء مصنع منتج سعودي يوفر خدمة للمواطنين، فما بالك لما يكونوا مرضى. طيب أبو مشاري، أنا من ضمن أوراقك اللي موجودة أنا وجدت دعم والله من كبار المسؤولين في البلد يتضمن هذا الخطاب، وكلها والله توصيات لو الوقت يتسع كان قريتها، كلها توصيات جميلة في 3 أوراق، كلها توصيات توصي بالاهتمام والتنفيذ والأخذ بهذا الاختراع وهذا المنتج. نعم. أنت لا تنسى أن أنا كأني أشوف في حلقة مفقودة، يعني ما أدري وين المشكلة. طيب خليني أتكلم عن دور وزير الصحة الحالي.
لا تنسى أنه هو إنسان مبدع في عمله. نعم. إنسان عمل عملية فصل التوأم بشكل إبداعي. نعم. إنزين الآن كل يلتفت إلى وزير الصحة شيء لا يصدق من كثر ما يعمل من العمليات وهو وزير. نعم. أنا كل اللي أتمناه وهو وزير أن يرتقي ويرى هذه التقارير كيف هي داعمة ولم تنفذ إلى الآن. أتمنى بأن الوزير معالي الوزير الله يخلي لنا كثر ما نتعلم منه ومن عمله الشريف، وهو أقرب المقربين للمحبين لهذا البلد وهو خادم الحرمين. خليه يلتفت إلى تقاريري وشوف لماذا. أنت لو سألتني أقول لك لا أعلم لماذا، والله لا أعلم. أنا كنت بسألك وأنا لا أعلم. أنا لا أعلم. من يعلم؟ الله يعلم سبحانه. طيب أبو مشاري، معليش لو سألتك وظيفتك الحالية إيش؟ أنا سألتك لأنك قلت فصلت أو ترك أبعدت أو بعدت عن العمل. تصدق أنا موظف بالصدفة سائق. أنا أحمد خبرة 13 سنة مسعد. يا أخي أنا مغبون، أنا والله متأثر جدا. طبعا شرف العمل كسائق بالعكس يزيدني إني أنا قاعد أطلع إلى شيء أبدع فيه إن شاء الله، لكن أن يضع رجل مناسب بمكان غير مناسب أمر لا يجوز. أنا حتى توظفت بالصدفة والله ما كانت على وزارة الصحة، أنا وظفت على نظام التشغيل الذاتي، مقابلة من المقابلات وأرسلت لي عن طريق النت في قبول وتوظفت كسائق، وأنا الآن صار لي سائق عام سنة كاملة. طيب أتمنى من الوزير أنه يفهم على وضعي. حسب كلامك أنك أنت ما وجدت من الجهات المعنية بالمخترعين دعم. معليش لو سألتك أنت ما حاولت تدعم نفسك؟ ما أملك المادة ولا نفتح الجروح يا أبو فيصل. أنت عارف من كثر ما تكلمت عن أن المادة شحيحة بيدي. أنا الآن قدمت إلى بنك التسليف اللي يدعم الاختراع. اي نعم. وطلبوا مني دراسة جدوى وعملت أنا دراسة الجدوى، مع أني لا أفهم بدراسة الجدوى، لكن حاولت أني أتبع الخطوات اللي هم طالبينها وعملتها. ثم قدمت والآن صار لي سنة. أنا أشيد برجل الآن قادم بقوة إلى بنك التسليف والادخار، ولا يقدر يعمل شيء لحالتي. كل الأمور الآن جاهزة، فقط المبلغ. طيب بصراحة هل هي مشكلتك أنت أم مشكلة مخترعين سعوديين؟ كثير من المخترعين سرقوا اختراعاتهم بسبب مشاركاتهم في المعارض، ولو كان في الوقت يتيح لذكرت لك أمثال كثيرة. يا ريت تتواصل معهم، أنا عندي بعض الأرقام للمخترعين تتواصل معهم. اترك من يطلع إعلاميا ويحاول إنه يعني، وآسف إن أقول هالكلام إعلاميا، إنه يحاول يجمل الأمور، لكن الحقيقة غير عن الواقع. عموما أبو مشاري الوقت أزف وإحنا على نهاية الحلقة. أنت في النهاية ماذا تقول للإحاطة؟ أنا أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعلني من المحبين لهذا البلد. وأنت محب؟ واللي ما أذكر خيره واللي ما أذكر الخيرين. على فكرة خادم الحرمين الشريفين أب، إذا تسمع لي أقول بيتين. تفضل. يا ملكنا يا غالي والبيرق العال، يا صافي النية وعالي السدود، الكل يشهد انك ابونا الاسطافي، قايدنا بعز على كل الحدود، ابونا عبد الله ابو الهوب ابوه الوافي، يا معطر بعودك كل مبسم وخدود، ابونا ابو متعب ابو الخير وبعد الله الكافي، حبلك فينا ترى واصل ومشدود. اسمح لي
أصدق بحضورك تزهى كل القوافي، يلي نحبك حب بلا حدود. أنا طبعا اختصرتها، وأنا أتمنى إن شاء الله أن تنيل جزء من خير هذا البلد ومن واليها ومن حاكمها. احنا ابناء البلد نعرف من هم ولاة امورنا ونحبهم حب الله يعلم فيه، ولن اجامل فيه. كمخترع في النهايه ماذا تقول باختصار؟ لعل الناس اللي بدينهم الاقلام والاوامر اللي تقدر تتيح لي انا كمبدع اني اظهر اختراعي يساعدني، ولعل وظيفتي تأخذ بعين الاعتبار. أنا أشكرك المخترع السعودي حامد الصالح، شكرا جزيلا لك. الله يخليك ويخليكم جميعا، وصدقني أنا أشكر سبق هذا الإعلام الراقي اللي دعاني بكل شفافية بأن أكون شفاف وإني أذكر الأمور هذه كلها، وأشكر لكم ولحياتكم الموضوع، وكنتم صحيح كتاب مقروء قبل السؤال. الله يعطيك العافية، شكرا لك مرة ثانية. مشاهدينا الكرام، هي نهاية الحلقة، ليكون هذا الحوار برقية حية، صورة مع التحية لكل مسؤول ومشاهد للإحاطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.